السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد والفل والياسمين، صباح الصحة وراحة البال، صباح الستر. صباح جميل، صباح يوم كله نشاط. نسمي الله. وبدأنا قلت هعمل معاكم روتين خفيف كده ظريف. البيت كان كده كده الحمد لله، يعني كنت منضفاه قبلها، فقلت ان انا الساعة دي يا بنات يعني بتخليكوا ان انتوا مش عايزين تتحركوا من السرير، بس انا قلت لا، لازم اقوم ولازم اتنشط. بصراحة ما كانش سيء قوي، لاني دايما زي ما بقول لكم، دايما طول ما ايدك فيه هتلاقي البيت الحمد لله يعني حالته كويسة ونضيف. فقلت همشي المكنسة. تمام. همشي المكنسة كده في اكتر مكانين بصراحة كانوا محتاجين يتظبطوا: الريسبشن واوضة الولاد. اوضتي انا كانت حلوة قوي، يعني الحمد لله كانت كويسة. فمشيت المكنسة، شفطت كده في الريسبشن. وطبعا الولاد اول ما صحيوا يعني فطرتهم وظبطتهم وكده. وبعدين وبعدين قعدوا يتفرجوا شوية على الكرتون. ورحت انا قلت هشفط بالمكنسه، والاماكن اللي باينه كده ما بين السجاد دي هلمعها، هديها تلميعه بس. تمام. هو البيت الحمد لله نضيف، يعني ما كانش محتاج شغل كتير. بس هنا بعد ما خلصت الريسبشن، بصوا الولاد قاعدين مندمجين ازاي. كانوا بيتفرجوا على كرتون، ومحمد مندمج قوي وعجباه، بيحبوا الكرتون ده قوي. بس انا بصراحه بخصص وقت معين يا بنات، مش طول الوقت. حطوا لايك واشتركوا في القناة. ماشي يا حمو. بخصص وقت معين بس ان انا اخليهم يتفرجوا عليه. وهنا الولاد، حمو كان بيقول لي: يا ماما ايه ده، انتي بتصورينا واحنا بنتفرج على الكرتون؟ قلت له اه. بيقول لكم هو وعمر: حطوا لايك واشتركوا في القناه. تمام. خلصت الريسبشن يا بنات، رحت داخله على اوضه الولاد. هنا عندي بصراحه السجاده دي بتتعبني شويه مع المكنسه، يعني عشان هي الرسم بتاعها بارز قوي، فبتلاقي المكنسه مش بتمشي فيها على طول، يعني عارفين السجاد البارز ده. بصوا بقى بصراحه، يعني اللي اخترع المكنسه ده الواحد لو شافه ما اقولكمش عايز يعمل له شهاده تقدير. ليه بقى؟ عشان الاماكن الضيقه دي اللي هي ما بتجيش غير بالمكنسه. يعني احنا مشكلتنا تقسيمه الاوض، المكان اللي بيبقى فيه عمدان بالاماكن الضيقه اللي جنب السرير كده تحت الشباك دي، دايما تلاقي فيها تراب عشان الشباك طبعا. تمام. شفطتها، وادي الاوضه بقت زي الفل طبعا. اللحافات الصديق الصدوق طول الشتاء. تمام. بطاطين بقى، لحافات، الكلام ده. بص يا بنات، الباسكت الصغير ده هو اساسا انا يوم ما جبته بصراحه كنت جايباه للمطبخ. بعد كده غيرت، قلت هو حلو مع الولاد، اي ورقه وهم بيذاكروا اي حاجه، يبروا قلم مش عارفه ايه، فمثبته لهم في اوضتهم كده، بيرموا فيه اي مناديل اي ورق كده، وانا بفضيه اول باول. خلصت الريسبشن وخلصت اوضه الولاد، كنت طبعا مشغله دوره غسيل من اول ما صحيت. اول حاجه بعملها يا بنات بعد ما اغسل وشي واظبط كده وانا بحضر الفطار للولاد، بشغل دوره غسيل. تمام. هنا خلصت الدورة على ما انا خلصت تنظيف الريسبشن وأوضة الولاد. قلت يلا بقى قبل ما ابدأ في اي حاجة اخدها انشر. تمام. انشرها عشان تاخد التهوية الكاملة، وبالذات اليوم ده كان الجو حلو، وكانت الشمس ما شاء الله حلوة. هوريها لكم. هو انا بنشر وانا قافلة الستارة. بعد كده هوريكم بعد ما اخلص تنشير هفتح الستاره، هشيلها خالص، هلمها عشان الغسيل ياخد الشمس بقى. طبعا احنا في اجواء الشتاء معنا. طبعا ما تاخدوش بالكم من المؤثرات الصوتيه دي. ابن اختي، ربنا يبارك فيه يا رب. بس بقول لكم بعد ما اخلص هشيل الستاره، وعشان الشمس في الشتاء طبعا مش كل الايام الصراحه بيبقى فيها شمس كده، فما بنصدق ان احنا اليوم اللي فيه شمس حلوه بشيل الستاره، اخلي الغسيل يتشمس حلو. تمام. هنا بعد ما خلصت معاكم الغسيل، بس بقول لكم بعد ما خلصت الغسيل، هبدأ بقى ان انا الم الستاره. بصوا الشمس رغم ان انا قافله الستاره، بس كانت داخله شويه جوه البلكونه كده، وكنا لسه في بدايه اليوم. هشيل بقى الستاره خالص، هلمها. بصوا احلى حاجه اجواء الدفا دي. تمام. قلت بقى الشمس الغسيل ياخد الشمس كلها كده، وخلاص خلصت الغسيل. قلت ادخل على المطبخ اعمل غدا كده بسرعه. تمام.
كنت مطلعه فراخ برضو من بعد الفطار، يعني طلعت فراخ، قلت ان انا عايزه اعمل لهم في اليوم ده شوربه. بس فبحب اعمل الفراخ كده ان انا اديها تشويحه الاول وبعدين انزل عليها بالميه. تمام. وبحط معاها فلفلايه وبصلايه وطماطمايه وجزر، بيدوا طعم حلو قوي للشوربه. ما حطيتش توابل يا بنات، عشان قلت انها لما تبدا تغلي لو في اي رغوه او كده طلعت اشيلها الاول، لان التوابل اللي هحطها توابل بودر، فلو انا حطيتها من الاول كانت هتتشال مع الرغوه اللي انا بحطها، فاهمين؟ اللي انا بشيلها قصدي. فقلت لا، اشيل الرغوه خالص واطمن ان الشوربه زي الفل. ابدا بقى، حطيت التوابل، حطيت توابل فراخ وحطيت ورق لوري و... وحطيت زي ما قلت لكم حطيت حبهان ورق لوري، توابل فراخ والسبع توابل. خدت من الشوربه بعد ما استوت الفراخ بتاعتي. بصوا القلقاس ده بنات من تفريز السنه اللي فاتت، انا حبيت ان انا اوريهولكم. بصوا ولا لونه غير ولا اي حاجه، انا لسه ما جبتش اي قلقاس من الجديد اللي في السوق، لسه ما جبتش، ده بتاع السنه اللي فاتت، حبيت اوريكم شكله. تمام. كانت الفراخ بتاعتي استوت، وكنت طلعت برضو السلق وبقليه مع التوم، وبعدين هحطه على القلقاس اول ما يستوي. بصوا استوى القلقاس، رحت حاطه عليه السلق والثوم. الريحه جباره جباره يا بنات، يا ريت اقدر اشممها لكم. وخدت باقي الشوربه، طلعت منها الفراخ، عملت منها شوربه لسان العصفور، وحطيت منها شويه على الرز. ادي الرز بشعريه كده. كنت خلصت القلقاس والرز بشعريه ولسان العصفور، وحتى الفراخ حطيتها تحت الشويه. تمام. هنا بقى خدت الولاد ونزلت بعد ما خلصت بنات، قلت ايه، انا فاضيه بقى، عايزه انزل اجيب شويه طماطم وخيار، انا جنبي سوق على طول. رحت لقيت بزله، خدت الولاد معايا ورحنا اشترينا الحاجات دي، لقيت بزله وجزر حلوين قوي. قلت فرصه، رحت جايبه بزله وجايبه جزر، وقلت ايه النهارده بما اني خلصت ما ورايش حاجه، هفرز شويه البزله دول، انا مش جايباهم للاكل على طول، انا جايباهم تفريز. تمام. اقول لكم ان انا حتى طلعت يعني على طول دخلت فيهم على طول، قلت اخلصهم بسرعه. تمام. اكتر حاجه ريحتني السنه دي يا بنات في التفريزات ان انا ما عملتش زي كل سنه فرزت كله مره واحده، فيبقى بالنسبه لي مجهد، حاجه مجهده جدا. لا، انا بقيت احاول على قد ما اقدر كل ما انزل اشتري حاجات، اشتري حاجه تفريز واعملها، فما احسش بارهاق وتعب زي كل سنه. تمام. صلوا على النبي يا بنات، احنا نسينا نصلي على النبي من اول فيديو. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بس خلصت، فصصت البزله كلها، ورحت ماسكاها مديها غسله حلوه وحطها على مصفى الصفه. تمام. قلت تتصفى مع نفسها لحد ما اقشر الجزر، وبعد ما اقشره هديله غسله حلوه واقطعه مكعبات صغيره. تمام. الحمد لله خلصت الجزر وغسلته وقطعته وكده، وراح النور قاطع. قلت الحمد لله ان انا خلصت، ما عنديش حاجه. قلت خلاص، خدت الحاجات دي ورحت قعدت في الريسبشن. تمام. على الارض كده، والولاد جنبي، حمو كان بيعمل الهوم ورك بتاع الحضانه، وعمر كان بيحاول يساعده لما يلاقيه بيعمل حاجه غلط يصححه له ويمسح له ويقول له لا ده غلط مثلا، ولو وقفت معاه حاجه بيوريها لي. تمام. اقول لكم ان انا بدات بقى ان انا اكيس. عمر كان عايز يساعدني، بس انا قلت له ان انا بحط مقدار معين، يعني مش بحط كده وخلاص. فبقيت اكيس وهم قاعدين جنب مني. ايوه يا بنات بصوا، مين يقول البيت ده الريسبشن انا لسه عاملاه الصبح. بصوا الالعاب اللي تحت الكرسي ربنا يبارك فيهم ويخليهم يا رب. كل بيت فيه اطفال لازم نلاقي حاجات زي كده. انا لسه شايفه الالعاب دي دلوقتي وانا بمنتج الفيديو. تمام. بصوا هنا كان بيحاول يساعده وبيقول لي يا ماما انا بقول له على دي غلط، بيقول لي صح. قلت له لا يا حمو دي غلط زي ما عمر بيقول لك. تمام. بقيت اكيس. قلت الحمد لله ان النور قطع وانا في مرحله التكييس، لاني طبعا لو قطع في انا وبغسل او حاجه كان طبعا هبقى تعطلت. انما الحمد لله الغدا كان جاهز، البيت خلصته والغسيل خلصته، وحتى حاجات التفريز كانت اتغسلت والحمد لله بكيسها. فحسيت ان انا اليوم ده بنات انجزت قوي الحمد لله. يعني صحيت بدري، بس والله الصحيان بدري انجز معايا، بالذات بعد تغيير مواعيد قطعان الكهرباء. فكويس كمان. وكمان لحقت ان انا انزل السوق بالولاد وارجع تاني واطلع في الاسانسير قبل ما النور يقطع، فده انجاز بالنسبه لي يعني. بس فبقول لكم يعني موضوع التفريز المره دي ان انا بفرز مش كله مره واحده، ريحني جدا بجد. بصوا هنا اتبقى معايا شويه جزر مالهمش بزله، قلت مش مشكله هكيسهم في كيس لوحدهم
واشيلهم، ولما ابقى اجيب مثلا بزله تانية ولا حاجه ابقى احط لها الجزر ده، او لو مش كده هحتاجهم مثلا في اي حاجه تانية هينفعوا. يعني مش مع رز بسمتي مع شويه بزله، مع يعني ليهم كذا تصريفه، مش هيخسروا. وهنا خلصت كل الكياس بتاعتي وكده، الحمد لله الحمد لله كده تفريز البزله تمام. ويومي الحمد لله خلص على كده يا بنات. حسيت ان انا انجزت فيه حاجات كتير. اتنشطوا، ويا ريت لما تتفرجي على الفيديو ما تكسليش، شغلي الموبايل وانتي بتعملي اي حاجه، عشان على ما تخلصي الفيديو تحسي ان انتي انجزتي ما ضيعتيش وقتك. تمام. و... وكل سنه وانتم طيبين يا بنات، ويعود علينا وعليكم الايام بخير. خلاص تفريزات هتنفع معاكم جدا سواء بتشتغلي او لا. اقابلكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. مع السلامه حبايبي الغالي.